حتة قديمة كده في آخر الحي، كان في شارع الناس كلها بتسميه شارع الموت. مفيش حد بيمشي فيه بعد المغرب، مش عشان ضلمة بس لأ، عشان اللي بيدخله بيطلع متغير أو ما بيطلعش أصلا. أنا عبد الرحمن أحمد، وده برنامج حكاوي الرعب. لو أنت لسه جديد أو لسه جديدة، اشتركوا في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وياريت تكمل القصة لحد النهاية، واعمل إعجاب للفيديو دوت، وشير لينك الفيديو لأي حد من صحابك أو حبايبك. ويلا بينا نكمل باقي القصة بدأت بين شلة صحاب، كريم وسامح ومروان وآدم. كانوا دايما مع بعض، أكل وضحك وإصرار، لحد ما الفلوس دخلت بينهم. كريم بدأ مشروع صغير ونجح وبقى معاه فلوس، وسامح كان دايما بيقول إحنا كنا سوا، ليه هو ينجح لوحده؟ الكلام كان باين هزار بس جواه نار. في يوم مروان قال أنا سمعت إن في واحد ساكن جنب شارع الموت بيعمل شغل تقيل، سحر وحاجات كده. آدم ضحك، انت صدقت الهبل ده؟ لكن سامح كان ساكت وعينه فيها حاجة غريبة. بعد يومين كريم بدأ يحصل له حاجات مش مفهومة. تعب فجأة، شاف كوابيس، بيحلف انه بيشوف حد واقف في اوضته بالليل. راحوا له كلهم الا سامح. كريم بص لهم وقال بصوت مرعوب في حد عامل لي حاجة، انا حاسس بده. آدم قال بتوتر بس مروان افتكر كلام شارع الموت وسكت. وفي نفس الليلة آدم قرر يروح يثبت إن الموضوع كله وهم، ودخل شارع الموت لوحده. الشارع كان هادي بشكل مرعب، لا صوت ولا حركة بس ريحة غريبة في الجو. شاف بيت قديم نور خافت طلع منه، قرب قبل ما يخبط الباب اتفتح لوحده. دخل ولقى راجل عجوز قاعد وقال له متأخر، صاحبك سبقك. آدم اتصدم، مين؟ العجوز ابتسم ابتسامة تخوف، اللي قلبه مليان حق دايما بيوصل للأول. وفجأة سمع صوت من ورا سامح، كأنه واقف بس مش زي ما هو، عينه سودة وصوته تقيل. أنا تعبت من كوني أقل، تعبت أشوفه فوق. آدم قال له أنت عملت فيه إيه؟ سامح رد بس رجعت له إحساس بالخوف بالضعف زي ما كنت أنا. العجوز ضحك وقال السحر مش بيجي لوحده، لازم باب يتفتح، وباب الحقد هو أسرع باب. فجأة النور قطع وصوت صراخ مالي المكان. تاني يوم أهل الحي لقوا آدم مرمي في أول الشارع، عايش بس ساكت ما بيتكلمش. كريم اتحسن فجأة كأن حاجة اتشالت منه. أما سامح اختفى، ومن ساعتها الناس بتقول إن شارع الموت مش بس مكان، دي نتيجة الحسد والحقد. لما يبقى بين أقرب ناس ليك، ولو سمعت حد بينده عليك في آخر الشارع ما تردش عشان ممكن ما ترجعش.